الفرق لو انت عيان في المانيا او عيان في مصر. اولا احنا سواء عيانين او مش عيانين في مصر، موضوع الادويه ده متاح، يعني ده اوبشن عادي جدا. انت بتنزل الصيدليه تقول له اديني مش عارفه ايه واديني ايه واديني مضاد حيوي 1000 وبتاخد الحاجات اللي انت عايزها من غير ما حد بيقول لك اي حاجه. يعني انا افتكر ان انا اول ما جيت المانيا انا كنت جايبه معايا شنطه علاج من مصر، وكان من ضمنهم مضاد حيوي 1000 حاجه كده، ما اعرفش ليه بس كنت جايباه معايا. كنت جايبه علاج كتير جدا جدا جدا. لما جيت هنا بقى عرفت ان الحاجات دي ما ينفعش تروح تجيبها كده عادي من الصيدليه، ان الادويه هنا في المانيا متقسمه لنوعين زي اللي معايا دول كده. ده مثلا ايبوبروفين مكتوب عليه الكلمه اللي انا عامله لها هايلايت دي، ابوتيكن فليشت. ابوتيكن فليشت معنى ان هي علاج ينفع تجيبه من الصيدليه عادي من غير رشوه الدكتور. لكن في اغلب الادويه ومن ضمنها الانتي بايوتيك اللي هو المضاد الحيوي اللي انا بقول لك عليه ده، لازم يكون عليه يعني هتلاقي مكتوب عليه الكلمه دي فرشغايبungspflichtig. فرشغايبungspflichtig معناها ان هو لازم يتجاب بروشته، ما ينفعش يتجاب كده من الباب انت قررت تروح تجيب مضاد حيوي فالراجل هيديهولك، استحاله. الموضوع صعب جدا هنا، وعشان تجيبه محتاج روشته، وعشان تجيب روشته محتاج تروح لدكتور، وعشان تروح لدكتور دي قصه بقى فيها شهور اساسا يعني. ف وكمان صعب جدا ان انت تروح لدكتور كده، يعني حسيت ان انت عيان فرايح للدكتور. الموضوع بياخد وقت كبير، وخصوصا لو جاي بقى. يعني انا افتكر لما عزلت ورحت مدينه جديده وتعبت اول مره بقى عيان جديد في مدينه جديده، حاولت اتصل بكذا دكتور، يا جماعه انا عيانه ينفع اجي النهارده؟ لا، ما احنا مكتفيين بعدد المرضى اللي عندنا للسنه كلها. يعني انت حتى لو فكرت تستناه لحد اخر السنه هو مش هياخدك برضه، فشوف حد تاني حد تالت. لحد ما فقدت الامل تماما، بقى الاوبشن الوحيد ان انت تروح بقى طوارئ مستشفى او حاجه زي كده. ودي حاجه هبقى اتكلم عنها في فيديو تاني يعني. ما اعرفش اقول ايه يعني بجد. ما تلجأ لهاش الا لو فعلا في حاجه نطفى، حاجه فعلا طوارئ 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 عشان تروح تترمي هناك يعني بالساعات. ف انا بالنسبه لي الموضوع ده كان مضايقني الاول، لان عشان اجيب اي علاج انا شخصتني في مصر احنا بنشخص لنفسنا ونشخص لغيرنا ونقول ده انت عندك اسهال خد ما اعرفش ايه، وانت عندك مش عارفه صداع خدي ايه، وده عنده مش عارفه ايه ياخد ايه. هنا مفيش الكلام ده، هنا مفيش حد بيشخص لحد، مفيش حد اصلا بينزل يجيب علاج لنفسه من باب للطاق كده لو العلاج ده محظور او لازم روشته. ف دي حاجه من الحاجات الغريبه يعني هنا في المانيا. في نفس الوقت هي حاجه كويسه، لان حاجه زي المضاد الحيوي ده ما ينفعش تاخده على طول، ما ينفعش طول ما انت تعبان بسبب او من غير سبب، من غير ما تكشف، من غير ما تعرف حتى ايه نوع الانفكشن او ايه نوع العدوى اللي عندك، بتاخد مضاد حيوي. لان المضاد الحيوي اولا بيضرك جدا، بيضر مناعتك، بيموت حتى البكتيريا الكويسه اللي عايشه فيك احنا عندنا بكتيريا نافعه وبكتيريا مش كويسه، فلما بتاخد مضاد حيوي انت بتقتل كله، يعني سواء اللي عامله لك العدوى او غير كده، فبيحصل لك مشاكل بعد كده في المعده. موضوع كبير جدا يعني موضوع المضاد الحيوي ده. ولكن في مصر يعني انا اعرف ان ممكن يكون بعض الناس للاسف ما عندهمش قدره ماديه ان هم يروحوا للدكتور او ان هم يكشفوا وياخدوا علاج من اول وجديد، فبيكرروا ده من تلقاء نفسهم. بس لو انت مش محتاج، يعني انت مش لو انت مش يعني انت تقدر تروح للدكتور، او انت حتى مش محتاج تاخد العلاج ده، ممكن تستنى يومين 3. يعني احنا هنا لما بيجي لنا دور برد دي حاجه تانية، لما بيجي لك دور برد مفيش زي عندنا كونجستال ومعرفش بنادول ومفيش الكلام ده، محدش بياخد اي حاجه خالص. لو عندك برد هنا بتقعد في البيت اجازه 3 ايام او على حسب الدور ده عندك قد ايه، يعني بتتعافى منه لنفسك بتلقائيه بطبيعيه جدا. تشرب بقى شوربه، تشرب شاي، اعشاب، تنام كتير وهكذا. لكن محدش بيدي لك، انا ما ينفعش تروح صيدليه تقول له اديني معرفش ايه عشان عندي برد، مفيش الكلام ده خالص 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 خالص. ف يعني دي من الحاجات اللي انا حبيت اقولها لكم. ولو انت جاي المانيا جديد الافضل ما تجيبش معاك علاج من مصر، والافضل ان انت تتعالج على قد الحاجه اللي عندك، وما تاخدش دواء انت مش محتاجه لان بجد هيضرك. وبس كده، تشاو.